انا محتاج حد يفهمني، والله فعلا انا محتاج حد يفهمني. واللي بيحصل ده استهبال. يعني انا مثلا كطالب ما اعرفش نفسي هدخل ثانوي ولا لا، ما اعرفش نفسي هلحق ثانوي ولا لا، ما يمكن ما الحقش. اتفاجئ ان في ناس كتير في التعليقات بتقول لي ان حاليا دلوقتي بدأ حجز دروس اولى ثانوي. طب الطالب يعمل ايه؟ انا حاليا دلوقتي تنسيق المرحله الاولى ماشي نزل، تنسيق المرحله الاولى نزل. طب تنسيق المرحله الثانيه لسه ما نزلش. 40% من الطلاب عرفوا خلاص ان هم دخلوا ثانوي. طيب ال 60% التانيين يعملوا ايه؟ ال 60% من الطلاب اللي لسه ما يعرفوش نفسهم هيدخلوا ثانوي عام ولا مش هيدخلوا؟ سواء عام او خدمات او منازل، يعني لسه ما يعرفوش حاجه ومستنيين تنسيق المرحله الثانيه. دول يعملوا ايه؟ يحجزوا دروس ولا لا؟ واللي بيحصل من المدرسين ده بالنسبه لي استهبال. يعني يبقى المدرسين والوزاره على الطلاب، هو الطالب ده هيتحمل ايه ولا ايه؟ بصراحه يعني انا حاليا دلوقتي كطالب شايل هم المرحله الثانيه، يا اما الحق يا اما ما الحقش. واجي كمان اشيل هم الدروس. الموضوع صعب. احنا كده بنحمل على الطلاب كتير بصراحه، وده استهبال بالنسبه للمدرسين. انا مش عارف هم مستعجلين جو ليه كده؟ ده لسه بدري جدا. انت عايز تحمل على الطالب تاني؟ لو انت مدرس يعني وبتسمع الفيديو يا ريت ما تحملش على الطالب اكتر من كده. انا حاليا دلوقتي عايش كاني عايش وسط الطلاب وهم جلجانين. الطلاب عايزين يعرفوا هيلحقوا ثانوي ولا لا، وتبدا جال المدرسين في الحجز الدروس من دلوقتي. 70% من الطلاب بتقول لي نعمل ايه؟ الحجز بدأ، نعمل ايه؟ نحجز ولا لا؟ فبصراحة لو انت مدرس ثانوي وبتسمع الفيديو بلاش موضوع الحجز ده دلوقتي خالص. انا مش عارف والله الطالب ده هيتحمل قد ايه ولا قد ايه؟ هو الوقت الطالب جلجان، الطالب قاعد جلجان كده. طب احجز؟ لا ما احجزش. طب تنسيق المرحلة الثانية؟ طب هلحق ثانوي؟ طب مش هلحق. ايه ده؟ ايه هم دول بني ادمين زينا على فكره. دول بني ادمين زينا. انت كده عايز تموت الطالب. انت هيعمل ايه ولا ايه بصراحه؟ انا حاطط نفسي مكان الطلاب ومش عارف هم يعملوا ايه، وانا لو مكانهم بصراحه برضه مش عارف هعمل ايه. انما عندنا احنا هنا في المنيا، على ايام هنا في المنيا حجز الدروس كان بيبدا بعد يوم 25/7. بعد يوم 25/7 كان بيبدأ حجز الدروس. كان الطالب قدم وارتاح والعملية مرتاحة معاه وعرف خلاص انه في ثانوي. الكلام ده عندي هنا في المنيا. في المنيا عندي على ايامي كان بيبدأ الحجز من بعد يوم 25. ده كان حلو، من بعد يوم 25 والدروس تبدأ في شهر 8. ده تمام. لكن احنا حاليا دلوقتي في شهر 6 وحاليا دلوقتي الدروس فيها حجز. ازاي بصراحة انا ما اعرفش خالص. ارجو من المدرسين ان هي تهدى شويه في موضوع حجز الدروس. الطالب مش ناقص، اقسم بالله والله الطالب ما ناقص. اجلوا موضوع الحجز ده اللي بعد العيد. انا عارف ان محدش يسمع كلامي ومش عارف ايه الفكره ان الحجز يبدا بدري جو كده. ده انا لو هروح دبي مش هحجز بالطريقه دي بصراحه. لو هروح دبي كده الطياره مش هحجز قبلها بشهرين وثلاثه. اللي بيتعمل ده حرام جدا على الطلاب. دول لسه طالعين من ثالثه اعدادي وداخلين اولى ثانوي، لسه خام ما يعرفوش حاجه. تصدموهم الصدمه دي انت كده بتدمرهم حرفيا. لكن عندنا احنا في الصعيد يمكن الدنيا حلوه شويه، لكن بحري في الاماكن القاهره والجيزه والبحيره والاماكن دي مش عارف بيعملوا كده ليه. ده كان الحوار بتاع الفيديو. اتمنى من كل المدرسين تهدى في موضوع الدروس شويه. الطلاب لسه ما تعرفش تعمل ايه اصلا، لسه مش عارفين يدخلوا السنه ولا لا. وبكده يكون الفيديو بتاعي انتهى. استنوني بقى الفيديو الجاي ان شاء الله، هيكون فيديو مهم جدا لاولى ثانوي 2024.